السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بصورة جديدة عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع شيق وحلو. نستهل الحلقة النهاردة ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله. أما بعد، البيضة بتقعد قد إيه وبتتلف بتبوظ؟ أنا سمعت ناس أقدمين قالوا لي بما معناه ياض يا برجو، ياض يا برجو نعمين. البيضة أول ما تتباض إن ما قعدتش عليها النتاية ما تخافش، أول يوم وتاني يوم حبيت إن شاء الله التانية تمام، البيضة التانية وتقوم قاعدة على الاتنين. حاجة وراثية وجينية وعلاقتها كده جاية من عند الله سبحانه وتعالى، يعني حاجة غريزية إن هي بتقعد على البيضتين بعد ما بتكون الأولى تلج، تشعر بيها بإن هي تلج. طيب ده يدل على إيه؟ ده يدل على إن هي لما بتبيض البيضة الأولى ممكن تسيبها يوم ويوم ونص ويومين، يوم ويوم ونص ويومين، تلج والجو بره بيشتي وهي واقفه على المسقه وبعيده عنها خالص، ما تقولش دي باظت وما تجيش جنبها. اذا باضت التانيه هتروح لغايه الطاجن تحط التانيه جنب الاولى وتقوم قاعده على الاتنين. اما قعدتش وكانت بيضه واحده بس حضنها، كانوا بيضتين بس حضنهم، ده في حاله عدم قعدها. ماشي، لنفترض انت يعني شفت ان هي باضت ومش راضيه تقعد وما انتش عارف تحضن، تعمل ايه؟ اقول لك لا بديل من تلف البيض، مفيش نقاش. ما اقدرش افتي، ما اقدرش اقول لك لا تعمل تسوي الحكايه هيبوظ البيض، هيبوظ. طيب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان انا احافظ على قص زي ده وما خليهوش يتعود يتلف البيض. اولا وضعية القفص لازم تكون واسعة، والطاجن يكون مفروش صح وبعيد عن ايديك، والقريب من ايديك حاجتين اتنين، بايدك مية وبايدك اكل. الاكل جوه، اول ما تحط ايديك في القفص في الوش جوه، والمسقة على باب القفص اول ما تفتحه حطها واول ما تفتحه شيلها المسقة. يبقى دي حاجات لازم تتعظ وتخلي بالك، وتخلي بالك كبابا من فرشة الطاجن، لأن فرشة الطاجن هي العامل الأساسي الموفر لبيئة حاضنة للبيض وللنتاية ولكل حاجة. النتاية لما تلاقي نفسها مستريحة في قلب الطاجن هتقعد، قلقانة في قلب الطاجن هتقوم. ناس بتحط زبل حمام، وناس بتحط بواقي مش عارفة ايه، وناس بتحط ايه، وناس بتحط ردة، وناس بتحط وناس بتحط. وانا بقول لك ابتدي بالقش، ولو ما كانش عندك شويه رده خشنين ماشي، لو ما كانش شويه تراب على شويه رمل ماشي، لو ما كانش قصاقيس قماش ماشي، لو ما كانش قصاقيس جرايد ماشي. اعمل البدع في سبيل ان انت تحط لها قش 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 عشان هي تعرف تبيد وتعرف ترقد عليه وتجيب لك الحاجه في امان ويسر وسهوله وسلام. طيب البيضه بتقعد قد ايه وبتتلف؟ اقول لك بتتلف في اليوم الرابع، وممكن تقعد لك البيضه 3 ايام تلج النتايه ما تقعدش عليها، 3 ايام متلجه النتايه ما تقعدش عليها. وبتتلف امتى وتبقى باظت واللي جواها انتهى؟ في اليوم الايه؟ الرابع. وصلت؟ البيضه بتتلف بعد قد ايه؟ اقول لك اليوم الرابع. سمعت من عالم افتت، يعني اتكلمت، مش افتت يعني غلطت او قالت صح او غلط، يعني افتت يعني اتكلمت وقالت فتوى. بعقليتي انا بقول ان هي فتوى يعني من حد غير مسؤول او حد غير مدرك او حد غير فاهم، ان ممكن البيضة تخرج من الحمامة، اخدها احطها في التلاجة درجة حرارة التلاجة لمدة 30 يوما، واقسم بالله العلي العظيم هذا الانسان جابته قناة وقال هذا الكلام. هل ممكن البيضة بتتلف بعد قد ايه؟ قال له
احنا بناخد البيضه، ما تجاوبش على السؤال، احنا بناخد البيضه ممكن نحطها اسبوع، يومين، 3، 5 اسبوع، شهر، 15 يوم، شهر في قلب الثلاجه. قال له في قلب الثلاجه، قال له بعد كده ممكن تاخدها بسلاسه ويسر، تحطها تحت ان تحضنها يطلع الزغلول. ان كان الكلام ده صح ده يبقى طبعا حاجه جديده اتضافت لي، وما اوتينا من العلم الا قليلا وكل من عند الله. وان كان غلط فهو فعلا غلط، لان انا عندي شعور بان هو غلط. يعني عندي نسبه 80% بقول غلط، او 90 او 99% بقول غلط، وعندي 1 بس في المية ما مصدقه انه قال بس كده. لكن هل ينفع ناخد بيضه من عند الحمامه لسه بيضاها، نحطها في الثلاجه درجه حراره الثلاجه العاديه اللي انت بتحط فيها بيض الفراخ، بص الحلو يعني، درجه حراره الثلاجه العاديه، واخدها بعد 30 يوم من طحنتها في الثلاجه، اقوم احطها تحت القص يقوم يدفيها فتخصب، ده يبقى من معجزات الله سبحانه وتعالى، مش من معجزات بشر. وده علم جديد اتضاف لنا، لكن انا مش مصدقه، مش مصدق قدرة الله. لا انا مصدق كل حاجة، وما اوتينا من العلم الا قليلا وكل من عند الله، ويخلق ما يشاء ويعلم ما لا نعلم سبحانه. ولكن الانسان لما يفتي بكلام لازم ادرسه. هل ينفع حمامه تبيض بيضه اخدها احطها 30 يوم في قلب واكتر من 30 تبوظ، يعني هو حاسب لها كمان المده، اخدها احطها تحت جوه الثلاجه 30 يوم، وبعد ما تتجمد اخدها احطها تحت الحمام يدفيها يطلع كتكوت او تفقس او تطلع فتة حمامه؟ انا مش مصدق الكلام ده، وبقول لك من الاخر اوعى تتاخر وخليك مع بيرجو على الطريق الصحيح والصراط المستقيم. وبقولها لك كلمه واحده من عند الله، الاقدمين اللي ربونا وكانوا بيدونا على قفانا عشان نسمع الكلمه ونسمع الكلام، وطلعنا بنتبهدل عشان نفهم الكلام ونوصله لكم، بعد ما بقى في حاجه اسمها اليوتيوب، بقى لينا متابعين، فبنقول لمتابعينا صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. البيضه اليوم الرابع بتبوظ، 3 ايام افعل فيها والحق اعمل معاها اي حاجه، الحق حضن، الحق حطها في سلاسه وسهوله ويسر. ما عرفتش اليوم الرابع، لو ما عرفتش تحطها تحت اي حاجه البيضه فسدت، ماشي؟ بس اللهم فاشهد اني قد بلغت، ومحدش يستعبط ويقول لك البيضه 5 ايام و7 ايام، لان انا ما جربتش وما اعرفش وما بكذبش، بس ما عنديش درايه بالموضوع، وعندي احساس من عندي ده من عند الله، عندي احساس من عند الله ان الموضوع كذب، وما ينفعش اخد بيضه احطها 30 يوم واحنطها وترجع كذا 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 كذا. ما جربتش، وحرام عليا لما جمد زغلول لمده 30 يوم، يعني حرام عليا، انا بحب الحاجه كده على السخن وعلى السخان، والموضوع مش مصدقه. تمام؟ فشكرا لحسن الاستماع، كان معكم بيرجو ترمس من الجماليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الاخر البيضه 3 ايام تحت امرك، الرابع انتهت. البوسه المترقعه.